قليلة. الكتل ليست متوافقة ولم تكن متوافقة. أول شيء أهن شعب البحرين أن اكتشفنا أن كتلة الوفاق ليست 18 إنما 19 شخص ولله الحمد. وهن شعب البحرين الليلة اكتشفنا الحمد لله أن عادل معودة هو من ضمن كتلة الوفاق وليس من كتلة الأصالة. ثاني شيء يا أخي شيخ عادل، الشارع الشيعي يمشيش الملالوة الإيرانيين حزب الله والعزى، أما الشارع السني يا أخي أحكم منك وأحكم من أمثالك يا أخي. اتق الله في الشارع السني يا شيخ عادل. شيخ عادل قد اكتشفت الأصول الرجال يا أخي، حرام عليك هذا الكلام. إذا كان عندك استطاع أن تكلم جلالة الملك، تستطيع أن تصل إلى مرت الملك، تستطيع أن تصل لولي العهد يا أخي، مو بهذا الكلام تقوله تروح تستأذن الحكومة. أنت أصبحت حكومة من أكثر من الحكومة. أقول جلالة الملك يا أخي حتى وزير فكونا. شيخ عادل احترق وجهك يا أخي، واحترقت أوراقك، واحترقت يا أخي كل الأشياء. يكفيك يا أخي، اتق الله في البحرين. البحرين تحترق بأمثالك يا عادل المعودة. خاف من ربك، أنت نائب بالريموت، أما تتقي الله عز وجل. الشرع السني يا أخي الكريم، الشرع السني أشرف منك، الشرع السني يا أخي بالعكس أحكم منك. كلام عليك تقول هذا الكلام يا شيخ عادل، حرام ثم حرام. الشرع السني يحترق وانت تقول لي ما الكلام الفاضي قاعد تقوله. اذا كان عندك قدرة تكلم الملك قل له عن الشعب السني شو محترق، قل له الشعب السني شو مديوس، قل له الشارع السني يا اخي قل له يطهر طوال الخليج وطهر البحرين من هذا الرفضة. اما ترفع يا اخي التليفون حق وزير الخارجية وتودد حق من؟ حق عبد العزيز الفاضل. عبد العزيز الفاضل يا اخي اكبر اهانة حق المجلس محطوط. يا عادل المعودة خلاص خاف من ربك يا اخي، الفيت روح يا عادل المعودة خلاص. لا ارفع الصوت، ارفع الصوت يا استاذ عبد الله. ما يا اخي الشارع السني يخاف الله سبحانه وتعالى اكثر من عادل المعودة. الشارع السني يا اخي احكم من عادل المعودة. هذا موقف مخزي مو شجاع يا عادل المعودة. طيب شيخ محمد طيب شيخ محمد، انا اقول للشيخ عادل المعودة هو المهدي المنتظر يبدو حق الشيعة، او انه سوبرمان مال البحرين. شو تنقد يا اخي؟ طيب شيخ محمد، كل النواب كل الكتل متفقين، الحين انت تطلع برأي شاذ وتقول انا الشجاع؟ لا ورب الكعبة مو هالشجاعة، هذه خيانة للوطن، خيانة لله عز وجل. اتق الله شيخ عادل، قدم استقالتك ويلس يا اخي، حرام عليك والله حرام.